كلنا لينا ذكريات مع المكان ده واللي شكله متغيرش كتير من زمان، لكن عليك انك تحفظ شكله لانه هيتغير تماما في الفترة القليلة القادمة. الحلقة دي بنوثق فيها شكل ميدان العتبة قبل التطوير الشامل واللي بدأ بالفعل، وهنحكي عن خطواته وازاي هيتم بإذن الله. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. رحلتنا واللي رايحين نشوف فيها العتبة حاليا ونتكلم عن خطة تطويرها مع بعض بدأناها من ميدان واحنا رايحين لميدان. احنا في ميدان باب اللوق، ميدان البن والشاي والنضارات. على يمنا هنا وشمالنا شارع نوبار، لو دخلنا يمين وكملنا هنروح على شارع بورسعيد وميدان السيدة، وعلى شمالنا جزء صغير تكملة لشارع نوبار وبنستكمل الشارع باسم شارع شريف. انا حبيت اصور في يوم اجازة رسمية وده عشان نقدر نتفرج على العتبة بهدوء وبدون زحمة كبيرة. كمان حبيت اصور الصبح بدري عشان نقدر برضو نشوف المكان بشكل واضح، وحبيت نبدأ الرحلة من هنا في وسط البلد ومن القاهرة الخديوية عشان نشوف قد ايه فعلا العتبة تستحق تنظيم وتخطيط واهتمام اكبر غابوا عنها عدد كبير من السنين. قدامنا هنا ميدان عابدين وبنلف شمال مع بعض على شارع محمد فريد، وبيكون على يمنا محافظة القاهرة. وملاحظين ان معظم المحلات هنا سواء في الشوارع الرئيسية او في الممرات والشوارع الفرعية والحارات بتبيع وتصلح النظارات. كده احنا داخلين على ميدان محمد فريد، وبيكون على يمنا شارع علي ذو الفقار وشارع البستان، وعلى شمالنا استكمال شارع البستان وشارع محمد صبري ابو علم. موجود هنا في الميدان محطة مترو محمد نجيب التابعة للخط الثاني، وميدان العتبة اللي احنا رايحين ليه موجود فيه محطة مترو برضه وهي محطة مترو العتبة. شارع محمد فريد اللي احنا فيه نهايته عند شارع 26 يوليو، بيكمل الشارع باسم شارع عماد الدين، وباين من بعيد اهو المباني المميزة في شارع عماد الدين. احنا ماشيين اهو بيقاطعنا يمنا وشمالنا هنا شارع الساحة او شارع رشدي باشا، واليمين بيودينا لشارع عبد العزيز وشمالنا بيودينا لشارع شريف وشارع البستان. شارع محمد فريد مشهور بوجود بنك مصر وكنيسة سان جوزيف ومكتبة الأنجلو المصرية ومجموعة من الفنادق زي فندق قصر العائلة وفندق فيلفت وفندق كايرو خان. وشارع بيخترق عدد من الميادين زي ميدان محمد فريد وقريب جدا من ميدان عابدين زي ما شفنا، وميدان مصطفى كامل اللي احنا رايحين ليه مع بعض. شايفين جمال وهدوء الشوارع في أيام الأجازات عامل ازاي، شيء فعلا بديع. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا كده وصلنا ميدان مصطفى كامل. ملاحظين ان في عدد كبير من المباني اتعمل ليها ترميم ودهان وتوحدت شكل يافطات المحلات بشكل حضاري. واحنا دخلنا على شارع قصر النيل اللي بنوصل منه لميدان الاوبرا، وبرضه هيتم استكمال عملية تطوير القاهرة الخديوية فيه واعادة سفلاتة الشوارع وتخطيطها. واضح اهو اعمال التطوير موجودة في العمارة اللي على شمالنا. كلنا طبعا عارفين ان منطقة وسط البلد هي منطقة تجارية بشكل كبير، كل شارع بنمشي فيه متخصص بشكل اكبر في حاجة معينة. يعني شارع قصر النيل تشتري منه المنتجات الجلدية، وشارع الساحة تشتري منه الدراجات والأجهزة التعويضية، شارع محمد فريد النظارات، ميدان الأوبرا اللي احنا داخلين عليه تشتري منه الأقمشة والمستلزمات الكهربائية. احنا بالفعل بقينا في ميدان الأوبرا وشايفين اهو أصواف القماح من المحلات الرائدة في الأقمشة. تجمع الحمام الجميل هنا في الميدان العريق واللي بيطل عليه غير شارع قصر النيل اللي جينا منه شارع عبد الخالق ثروت وشارع عدلي وشارع 26 يوليو والجمهورية. كمان بتدخل منه على نفق الازهر واللي بيوصلك لصلاح سالم، او تطلع كوبري الازهر اللي بيوصلك شارع الازهر والحسين والجامع الازهر. كمان موجود هنا قدام حضراتكم اهو جراج الاوبرا اللي ممكن تستخدمه خلال رحلتك لوسط البلد، غير كمان جراج العتبة اللي احنا رايحين ليها دلوقتي باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنلف اهو. برضه جراج الاوبرا ده بيحصل فيه عمليه تطوير، وتحت الجراج موجود مجموعه كبيره من المحلات اللي بتبيع الساعات مشهوره جدا. قدامنا هنا حديقه الازبكيه المشهوره في الخضار الجميل اللي موجود، وقدامنا كمان نادي السلاح المصري. وخلاص بقى هننتقل من نمط المحلات المنظمه للنمط الشعبي في التجاره ونمط الفراشات المتنوعه والبضاعه المرصوصه على الارصفه في ميدان العتبه.
شوفوا بقى شنط السفر هي مرصوصة جنب بعض هنا على الرصيف، وتحته على الشمال مجموعة من الزهور الصناعية والشنط برضو والملابس قدام المسرح القومي الموجود هنا في العتبة. الكوبري اللي موجود قدامنا هو كوبري الأزهر، واحنا لسه بنلف في العتبة واللي أعتقد كانت محتاجة نظرة عطف واهتمام من زمان. أنا ما بقولش إطلاقا إبعاد البياعين الجائلين، لكن مهم جدا تنظيمهم وعمل أماكن حضرية يبيعوا فيها بضاعتهم، واللي عدد كبير من أبناء الشعب بيعتمدوا عليها بشكل كبير. الميدان فعلا مهم، موجود فيه مجموعة من العمارات التاريخية والتراثية زي ما احنا شايفين مع بعض. أهميته التجارية محدش يقدر ينكرها، ولو أنا بصور في يوم عادي مش أجازة كنا مش هنقدر نتحرك هنا إلا بصعوبة كبيرة. رحلتي معاكم إن شاء الله هتكون في الميدان ومعظم الشوارع المتفرعة منه، واللي هي برضه شوارع تجارية. على يميننا هنا شارع الأزهر، وإحنا داخلين على شارع الجيش، هنلف فيه وهنرجع مرة تانية للميدان. وشايفين بقى اهو الفرشات ممتدة على الجانبين، والشوارع اللي على شمالنا زي شارع العسيلي او الرويعي بدأ فيها ملامح التطوير. المشكلة ان عدم تنظيم البياعين دول بيأثر بشكل كبير على حتى حق المحلات اللي وراهم في ان الناس تشوف الفاترين الخاصة ببضاعتهم. كمان الشارع بيكون اضيق من البضاعة المرصوصة ومن الناس اللي ماشية او واقفة بتتفرج عليها، او حتى اللي بيشتري اي حاجة. كمان ده بيأثر على حق الناس في المشي على الارصفة المعمولة عشان الغرض ده. يعني شفنا هو النجف والأباليك اللي موجودة في جزء الكبير من شارع الجيش، واللي بلعت يعني جزء كبير من الشارع. كمية كبيرة من الفرشات كمان موجودة على يمنا وشمالنا في الجزء الأول من الشارع واللي قريب من الميدان. واحنا لسه بنتمشى في شارع الجيش وبنشوف شكل العتبة والشوارع المتفرعة منها قبل ما يحصل فيها التطوير الشامل، واللي أتمنى أنه ما يجيش على حق الناس في البحث عن رزقها، لكن برضو التخطيط والتنظيم مهم جدا. على يميننا وشمالنا هنا محطة مترو باب الشعرية، وشارع الجيش مشهور بحاجات كتير. النجف في الجزء القريب من درب البرابرة، وعدد كبير من محلات ومولات الملابس والأحذية بأسعار مش معقولة طبعا. كمان مشهور ببيع المنتجات الكيميائية، هتلاقوا عدد كبير من المحلات اللي بتبيع المنظفات، وعدد من المحلات لتركيب العطور، وعدد كبير من التركيبات بأسعار منافسة جدا. مساحيق الغسيل والكحول والمطهرات ومستحضرات التعقيم منظفات الأراضي وغيرها كتير هنا. احنا بالفعل وصلنا دلوقتي لميدان باب الشعرية، وهنلف من جوه الميدان ونرجع للعتبة بإذن الله. واحنا داخلين ميدان باب الشعريه كنا شفنا تمثال محمد عبد الوهاب، واللي كان واحد من مشاهير واعلام باب الشعريه، واللي منهم كمان عزت العلايلي وعبد المنعم مدبولي ونجيب الريحاني ومحمد الكحلاوي وابراهيم حموده. برضو الميدان محتاج قدر من التنظيم والتخطيط، واللي منه بتوصل لشارع المعز عن طريق شارع امير الجيوش. احنا نعتبر في جزء من شارع بورسعيد، ولو كملنا طريقنا على طول في الجزء اللي فات اللي بقى ورانا هنروح على ميدان الجيش، ولو كملنا طريقنا كده هنروح على ميدان السيدة زينب، واللي عمل باب الشعرية القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي. والجزء دلوقتي اللي على شمالنا هو يعتبر السور الشمالي للقاهرة بين باب البحر والخليج المصري. احنا كده راجعين في اتجاه ميدان العتبة، ولسه موجودين جوه شارع الجيش. وزي ما قلت لحضراتكم احنا هنحاول ان شاء الله ان احنا نلف جوه كل الشوارع اللي بتطل على ميدان العتبة مع بعض ان شاء الله. لو اتكلمنا عن عملية تطوير ميدان العتبة، فحاليا بيتم رفع كفاءة شوارع الجوهري والعسيلي وشارع يوسف نجيب، وده مرحلة أولى لأنه صعب جدا تطوير العتبة ككل في مرحلة واحدة. البياعين الجائلين اللي كانوا فيها اتحركوا حاليا لمنطقة الجراج، وبيتم رفع كفاءة الشوارع في البنية التحتية ومنظومة الحماية المدنية، وطبعا الصرف الصحي والكهرباء عشان يتفادوا الحرائق. برضو في محيط العتبة هيتم دهان وترميم ورفع كفاءة العمارات اللي احنا بنشوفها مع بعض، واللي فيها عدد كبير من العمارات التراثية. قدام حضراتكم صورة تخيلية لشكل التطوير للبياعين الجائلين، بحيث تختفي العشوائية تماما من الميدان وتقل الزحمة شوية في واحد من أهم المناطق التجارية في القاهرة، لأن العتبة ممكن نعتبرها ضمن منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية،
والعقارات التراثية اللي فيها محتاجة تتنفس شوية. الشكل ده من الفراشات هيختفي تماما بإذن الله، هيتم توفير أماكن حضارية أكتر ومريحة كمان للي جاي يشتري من العتبة. يعني كل بياع بيكون ليه طاولة بعيدة عن المحلات بدل الفرشة. وإن كان ليا وجهة نظر إن الحل الجذري هو إنشاء مول ضخم خارج الكتلة السكانية بيوصل ليه مواصلات سهلة زي المترو، ويكون فيه صالات لكل نشاط، يعني أكشاك صغيرة كده لكل بياع، ويكون في مناطق تحميل بضايع ومخازن، ويكون كمان في مناطق ترفيهيه للي جاي يشتري من المكان، لان فعلا من اكتر الحاجات اللي بتصعب عليك الموضوع وبتعمل زحمه كبيره اللي بينزلوا البضايع. الصوره اللي قدام حضراتكم هي الصوره اللي حصلت لتطوير حديقه ميدان العتبه اللي على شمالنا، واللي اعتقد دي كانت مرحله هيتم بعد كده تاهيلها مره تانية بشكل اجمل. طبعا كل الباعه دول اتعمل ليهم حصر عشان يقدروا ينقلوهم للاماكن الجديده، واللي فعلا الميدان ده كان صعب جدا تغيير نمط البيع فيه. لكن بصراحه ايه ذنب المحلات اللي ورا الفرشات دي؟ وانا لولا اني بصور في يوم اجازه كنت هتلاقي عدد كبير من الناس ماشيين في وسط الشارع من كتر بروز البياعين وفرشاتهم زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين الناس حتى فرشين في الرصيف الوسطاني مش بس يمين وشمال. احفظوا بقى الشكل ده، وعلى يمنا هو شارع الجوهري اللي بيتم فيه دلوقتي بدايه عمليات التطوير. احفظوا الشكل ده لاننا ان شاء الله هنيجي هنا ونصور المكان باكمله بعد التطوير. أظن واضح جدا حاجة المكان للتنظيم، واضح وجود اهو مواسير لإعادة تأهيل البنية التحتية من صرف صحي ومية وكهرباء في مكان أعتقد ما حصلش فيه أي تغيير من عشرات السنين. الجزء اللي على يمنا بيدخلنا على الرويعي، وشايفين اهو بيت من البيوت القديمة واللي محتاجة نظرة اهتمام. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. أظن الصورة أكبر دليل على حاجة المنطقة لإعادة النظام، مش إلغاء المنطقة كمنطقة تجارية. اتأسست على كده في القاهرة الخديوية، ولكن كانت بشكل أقل وما كانش فيها كل البضائع دي المختلفة والمتنوعة. قدامنا هنا شارع كلود بيك، وعلى شمالنا شارع نجيب الريحاني، وبرضه هم شارعين مهمين من الناحية التجارية، فيهم قطع غيار الغسالات والبوتاجازات والتلاجات وفلاتر المية وحاجات تانية كتير. يعني كنا شايفين العامل اللي ماشي بعجلة كده عشان يحط عليها البضاعة اللي بيوديها للمحلات. طبعا ده بيكون وقت الزحمة الناس ما بتعرفش تمشي منه من المساحة اللي بياخدها. احنا لفينا مع بعض ولسه موجودين في العتبة وكل المناطق المحيطة بيها، وهندخل يمين من هنا بإذن الله من شارع علي الكسار. وبصوا بقى، يعني شوفوا ادي جمال المباني اللي موجودة على يميننا ومدى احتياجها للترميم وإعادة الاهتمام بيها، وهنعرف ازاي احنا مقصرين في حقها. موجود على شمالنا هنا وحدة مرور العتبة، وفي مخرج لمحطة مترو الأنفاق الخاصة بالعتبة. واحنا كده راجعين لشارع الجمهورية وشوارع وسط البلد عشان اتجاهات السير، وهنرجع مرة تانية للعتبة، وعشان كمان نشوف ان اللي ساكن في وسط البلد وفي شوارعها زمان كانت المنطقة التجارية المجمعة قريبة من بيته، لكن مش بشكل مزعج ليه ولراحته. هنخرج من شارع علي الكسار وهجري الفيديو بس مش بشكل سريع قوي عشان نرجع مرة تانية لمنطقة وميدان العتبة بعد ما نمر على عدد كبير من شوارع وسط البلد. في شارع 26 يوليو، قدامنا هنا دار القضاء العالي، داخلين مباشرة من شارع 26 يوليو على شارع شريف، ومن شارع شريف هندخل مباشرة شمال من شارع عبد الخالق ثروت اللي هيرجعنا مباشرة على ميدان الأوبرا، ومن ميدان الأوبرا هنروح مرة تانية على ميدان العتبة. يعني شايفين قد ايه الحركة سهلة وسلسة في يوم الأجازة. قدامنا هنا نفق الأزهر وكوبري الأزهر اللي قلت لحضراتكم عليه، وبنلف اهو من ميدان الأوبرا وراجعين مرة تانية جوه ميدان العتبة. واللي
بتدخل ضمن نطاق حي الموسكي، وكان زمان اسمها العتبة الخضراء، لكن تخيلوا من كم العشوائية اللي حصلت فيها. الناس شالت كلمة الخضراء اللي بترمز للشجر والنخيل اللي كان هنا، وبقوا يسموها العتبة بس. لسه بنلف جوه ميدان العتبة، وقدامنا هو شارع من الشوارع برضو اللي بيحصل فيها عمليات تأهيل، شارع العسيلي. وكمان قدامنا محل حلاوة المشهور واللي موجود في عمارة تراثية، وراها كمان عمارة تيرينج، العمارة الجميلة جدا، لكن الجمال مختفي وسط حالة من عدم النظام. اعتقد ان احنا بنتكلم عليه واول مرة يكون فيها يعني العتبة تطوير حقيقي بالفعل، لكن هيتم على مراحل عشان ما يضروش البياعين ولا يضروا الناس اللي اتعودت تشتري حاجتها من العتبة. طبعا في عدد كبير من الناس متفقة مع موضوع التطوير، وفي اللي بيعارضوا، لكن عموما احنا بنقول اللي في صالح البلد، واللي برضه ما يكونش اطلاقا ضد مصلحة اي حد من اهلها. اللي بيعمل التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهات تانية. مشروع هيكون فيه انشاء 473 طاولة للبياعين الجائلين بدل الفرشات العشوائية، هتعمل ممرات للمشي عشان الناس تعرف تتحرك بسهولة. طبعا المرور من العتبة هنا في الاوقات العادية بيكون عذاب، وبدل ما المشوار ياخد منك 5 دقايق ممكن يوصل لساعة. هندخل كده على شارع الازهر، واللي برضه محتاج تغيير وداخل في الخطة. الشارع مسقوف كده بكوبري الازهر، واعذروني معلش انا هجري الفيديو شويه لوجود بعض الاعلانات غير اللائقه. وفي نهايه شارع الازهر هنكون وصلنا لتقاطع شارع بورسعيد، واللي هلف منه ان شاء الله وهنرجع للعتبه. يعني هنلاحظ، وده كان هدفي من اننا نلف جوه الشوارع المحيطه بالعتبه عشان نشوف ان قله التنظيم هي العامل الاساسي هنا، واللي حصل مع مرور الايام، واللي ان شاء الله هيختفي المشهد ده قريب وينتقل التطوير للموسكي ورمسيس وغيرها من الاماكن اللي محتاجه نظره اهتمام. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا راجعين مرة تانية للعتبة، واللي كان بيحصل فيها زمان ان كان بيبقى في حملات لرفع الباعة الجائلين، وبعدين يمشوا وبعدين يرجعوا مرة تانية. فعلا الموضوع محتاج اهتمام اكبر في المكان اللي ليه تاريخ كبير وسوق مهم، وهيفضل ان شاء الله سوق مهم ولكن بشكل حضاري اكتر. واسمعها كده يعني صوت البياعين في جوه ميدان العتبة. اغلب عمارات العتبه شققها طبعا، ونظرا لانها منطقه تجاريه ضخمه شويه اتحولت لمخازن، وتحت العماير محلات لسهوله الوصول للبضاعه، وفي كمان في العمارات دي مكاتب للملابس. احنا هنلف يمين بيكون قدامنا شارعين، شارع محمد علي وشارع عبد العزيز. هندخل شارع عبد العزيز المشهور ببيع الاجهزه الكهربائيه، وهتلاحظوا ان معظم المحلات قافله، والشكل ده ما بتلاقوش الا في الاجازات. لكن برضو واحد من اهم شوارع مصر التجاريه ومتفرع اهو من ميدان العتبه. شايفين قد ايه المنطقه حيويه، لكن اعتقد باذن الله اللي هيحصل فيها هيضيف ليها لمسه جمال ولمسه نظام كانت محتاجاه، وكل شوارعها الفرعيه. سلام بقى لو الميدان اللي جايين منه اللي كان على طول زحمه وكركبه يتحول لميدان فيه تنظيم مروري راقي، والرصيف الناس تقدر تمشي عليه بامان، والناس تعرف تشوف جمال مباني الميدان. مترو الانفاق كمان يكون المخارج بتاعته واضحه وسهله، وتفضل العتبه مركز حيوي لكن من غير فوضى. نفسنا ان العتبه تبقى واحد وسط المدينه، مكان بين الماضي العريق ويكون مكان للحاضر المتطور. برضه في محيط العتبه شارع العشماوي اللي دخلنا منه، وشارع البيدق اللي طالعين عليه، وشارع الضبطيه المتخصصين في مستلزمات الكهرباء والتاسيس ليها. كمان بتلاقي فيها نجف واباليك ولمبات بانواع مختلفه. وبرضه شايفين العربيات السوزوكي دي لما بتتحرك عشان تنقل بضاعه من مكان لمكان بيكون الوضع صعب جدا. احنا كده راجعين على شارع عبد العزيز ومنه لشارع شريف الكبير والشارع محمد علي عشان نكون زرنا اكبر كم من الشوارع المتفرعه من العتبه.
المحيطه بشارع عبد العزيز اللي بيبيع الاجهزه الكهربائيه، زي ما بقول لحضراتكم رغم ان احنا مش بدري قوي، يعني الساعه داخله على 12 الظهر، لكن هم بيستغلوا الفرصه في يوم الاجازه ان هم يقفلوا اكبر عدد ممكن من الساعات. اتمنى ان التطوير ما يكونش بس تجميل، لا يكون اعاده احياء لمنطقه تاريخيه بتمثل قلب القاهره التجاري والثقافي كمان. يعني ببساطه نفسنا اللي يشوف العتبه بعد التطوير يحس ان الزمن لف ورجع تاني باجمل صوره حديثه، يكون مكان مناسب للتمشيه والتسوق والتصوير، حتى القعده مع صحابك. آم، يعني التصور لتطوير الميدان زي ما قلنا رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والمياه والكهرباء، رصف الشوارع، توسيع وتحديد الأرصفة، المرور تكون اتجاهاته واضحة، يتعمل إشارات ضوئية واضحة، يتعمل موقف للأتوبيس والميكروباص وتنظيم يسهل حركة الناس، يتعمل ترميم ودهان وصيانة لكل واجهات العمارات التراثية، يستخدموا فيها ألوان موحدة عشان يحافظوا على النسيج المعماري المميز، يتعمل إنارة للعمارات والأرصفة، يتعمل نسبة تشجير ومناطق انتظار وقعاد ومقاعد خشبية بسيطة وجميلة. ممكن في وسط الميدان يتعمل ساحة بسيطة لفعاليات ثقافية. حلم جميل جدا لتطوير ميدان، يعني صعب جدا كانت عملية تطويره. طبعا احنا رجعنا على شارع محمد علي، ودلوقتي بقينا داخلين على شارع بورسعيد في الاتجاه اللي رايح على ميدان السيدة زينب. واتمنى رحلتي النهاردة نكون شفنا فيها ميدان العتبة وحفظنا فيها شكله، واللي ان شاء الله بإذن الله وعد بعد ما يحصل عملية التطوير ان احنا نعمل فيه رحلة نتفرج بقى شكله عامل ازاي. اتمنى رحلتي النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.